فوز صعب لمنتخب مصر وصعوده لدور الثمانية، وانا مقتنع تماما ان مباريات النوك اوت وخروج المغلوب تكسب ولا تلعب، ولكن لو جات لك فرصة تلعب العب. النهارده منتخب مصر من اول دقيقة واضح تماما انه نص الملعب مسروق منه، نص الملعب ما فيهوش اللاعب اللي يقدر ينقل لك منتخب مصر من الدفاع للهجوم ويكون حلقة وصل بين الدفاع وبين الهجوم. فكان المفروض اللي يعمل الدور ده النهارده كان المفروض تريزيجيه، ولكن تريزيجيه ما كنتش عارف هو بيلعب ايه في الملعب او دوره ايه او المهام اللي هيقوم بيها ايه او هو موجود ليه جوه الملعب. من اول دقيقه وتريزيجيه تايه، مش عارف يعمل الدور ده، مش عارف يعمل حلقه الوصل بين الدفاع والهجوم. فكان نص ملعب منتخب مصر النهارده كان مسروق، الهجوم كان بعيد تماما خالص عن الدفاع، فده اثر طبعا على منتخب مصر. وقعدنا شوط كامل الشوط الاول مفيش كوره لحد ما جه الشوط الثاني، والعميد ادرك كده ان في غلط كده في نص الملعب، وراح مطلع هنا تريزيجيه اللي هو اتصاب اساسا، وراح منزل امام عاشور ومنزل زيزو. امام عاشور هو الوحيد اللي قدر ينقل الفريق الى حد ما، رغم ان ده مش امام عاشور، ولكن هو الوحيد اللي قدر ينقل هنا الفريق من نص الملعب بتاعنا لنص الملعب الهجوم، وبدا الاداء يتحسن شويه شويه. معاه زيزو كمان، ولكن النهارده سواء زيزو او صلاح النهارده عندهم ميس باص كتير جدا، النهارده اكتر من كره غلط جوه الملعب من صلاح وزيزو. وبغض النظر عن الهدف اللي جابه صلاح، انا عايز اقول لك ان انا مش فارق معايا صلاح اصلا يعدي واحد على واحد، هو كده كده ما بيعرفش يعملها، مش فارق معايا ان هو يقدر يحجز بالكوره، مش فارق معايا. ولكن صلاح قدام الجون سفاح، وده اللي حصل النهارده. الكوره والكورتين اللي جم لصلاح النهارده قدام منطقه الجزاء، كوره ما اتصرفش فيها صح، والكره الثانيه هدف. فده اللي مطلوب من صلاح. صلاح النهارده رغم ان عنده ميس باص كتير، صلاح النهارده مش هو صلاح. صلاح النهارده بالنسبه لي هو اقل لعيبه منتخب مصر اداء، لكن صلاح لما بيجي قدام الجون لا، الكره بتبقى ضامنها بنسبه 90% جون. ياسر ابراهيم كمان من افضل اللعيبه في منتخب مصر في البطوله دي. طب هل انا بقول لك كده عشان ياسر ابراهيم جاب جون النهارده؟ اكيد لا، ولكن خليني برضه اقول لك حاجه، هل ياسر ابراهيم بيعرف يمشي بالكره ويعمل دريبلينج؟ لا. هل ياسر ابراهيم يقدر يغير لك ملعب او يقدر يعمل لك بينيه من الدفاع ويقدر يطلع بالكره؟ لا. ولكن ياسر ابراهيم لاعب راجل، لاعب كده تاخده معاك في اي مكان يسد معاك. ياسر ابراهيم ارميه في المكان ده هتعتمد عليه لانه لعيب راجل، ودي اهم ما يميز منتخب مصر في البطوله دي، ان اللعيبه رجاله. فياسر ابراهيم حطه في اي مكان يسد معاك، بغض النظر طبعا عن الهدف اللي جابه ياسر ابراهيم النهارده، ولكن ياسر ابراهيم عامل بطوله ممتازه وعامل طبعا النهارده ماتش ممتاز. فياسر ابراهيم خلال البطوله كلها هو من افضل اللعيبه في منتخب مصر، وشايل دفاع مصر كتير جدا. النهارده منتخب مصر ما كانش الاداء كويس، ولكن دي اهم حاجه انك تكسب، مش لازم تلعب، لان المباريات هنا خروج المغلوب والنوك اوت مفيش حاجه اسمها تعويض او نقاط. هيجي فيك هدف ما عوضتش هتطلع بره البطوله. فكل التوفيق لمنتخب مصر، والحمد لله على الصعود، وان شاء الله منتخب مصر والعميد يكونوا موفقين في الماتشات الجايه، وان شاء الله في اخر البطوله نرجع بالبطوله لمصر ان شاء الله.